بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء جدا بتجدد الموعد معكم من خلال حلقة جديدة من حلقات برنامج والصلح خير. نرحب بكم، نرحب بأوفياء برنامج والصلح خير، بكل من يتواصل معنا من أجل إصلاح ذات البين، بكل من يعرض القضايا والمشاكل والنزاعات والخلافات، ونحن نبحث معه من خلال هذا الفضاء الإعلامي التلفزي لقناة القرآن الكريم عن الصلح. والصلح خير برنامجكم هو على المباشر وعلى مدار ساعة و10 دقائق. نرحب بكل من يتصل بنا، يتواصل معنا، بكل من يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. تحية طيبة للجالية المسلمة في المهجر، ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. أول ما نستفتح به هذه السهرة المباركة كالعادة نرحب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري، الرجل المصلح. فضيلة الدكتور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك دكتور؟ بخير الحمد لله. وكيف هي أحوال الناس؟ الحمد لله الحمد لله، نسأل الله دوام النعم ونسأل الله تمامها إن شاء الله. دكتور إذا نستفتح هذه السهرة في برنامج والصلح خير كالعادة للحديث عن الصلح وعن فضل الإصلاح بين الناس وقيمة الصلح والإصلاح بين الناس. دكتور سعيد بويزري، في السبت الماضي احتفلت قناة القرآن الكريم بعد مرور 6 سنوات منذ نشأتها، واحتفلت أيضا وبالمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. كان يوما مفتوحا، يوما للخير وللخيرات، يوما بذل الإعلام التلفزي لقناة القرآن الكريم كل الجهد لتصويب السلوك، لتعديل الأفكار، لتوجيه الناس تحت راية القرآن الكريم. فضيلة الدكتور سعيد بويزري، كان محور المبرمج الرابع بالنسبة لبرنامج والصلح خير بعد مرور 6 سنوات. كيف كان البرنامج يتواصل مع المشاهدين الكرام، ونحن ما زلنا نتواصل معهم من خلال هذه الشعلة السابعة. ندخل بحول الله تعالى في السنة السابعة، ونتمنى أن تكون مقاصد البرنامج دائما واضحة مثل العادة، ونحاول دائما إصلاح ذات البين، ونحاول أيضا تقديم مادة إعلامية راشدة بالنسبة للمشاهدين والمشاهدات. فضيلة الدكتور سعيد بويزري، هناك سؤال ربما نطرحه لفضيلة الدكتور سعيد بويزري الرجل المصلح. كان عنوان الحلقة عنوان حلقة اليوم وتعدل بين اثنين صدقة. 6 سنوات من تقديم برنامج والصلح خير، 6 سنوات وقناة القرآن الكريم في مصداقية، وتحاول أن أيضا تأسيس لمصداقية أخرى لجلب المشاهدين ولتواصل المشاهدين معنا. والعنوان هو وتعدل بين اثنين صدقة، وبرنامج والصلح خير يحاول دائما إصلاح ذات البين، والدكتور من هذا المنبر الإعلامي يتحدث عن الإصلاح، عن الصلح، عن التسامح، عن الصفح. إذن مصداقية، صدقة، والصلح خير، صفح، تسامح وتصالح فيما بيننا. دكتور سعيد بويزري، مقدمة البرنامج لك أن تستفتح بها من خلال هذه الفترة. تفضل دكتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفضاء. نتمنى من الله عز وجل أن نكون ممن يخدم هذا الدين ويخدم هذا المجتمع إن شاء الله دكتور، بصدق وصدقية. ونسأل الله عز وجل لهذه القناة المباركة مزيدا من النجاح، مزيدا من الخدمة العمومية، مزيدا من خدمة المجتمع. نعم. هذه المفردات التي تفضلت بها أختي نجاة هي مفردات متكاملة. نعم. لا شك أبدأ بالقناة، تأسيس هذا الفضاء الإعلامي الذي الذي يسير وفق منهج القرآن الكريم. في القرآن الكريم حاضر في جميع البرامج، أليس كذلك؟ نعم. القرآن الكريم هو منبع الخير، هو مصدر النور، والوحي الطاهر بشقيه كتابا وسنة كلاهما حاضر
في جميع برامج هذه القناة التي احتفلت بمرور 6 سنوات منذ تأسيسها. ربنا يقول في القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم. إذن هذه الآية في سورة الإسراء تضع المنهاج، تحدد المعالم، تضبط الحركات، تضبط كما يقولوا ورقة الطريق أو الدليل العملي للإنسان. نعم. فربنا قال في حق النبيين المرسلين: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأنبياء مؤيدون بالوحي الطاهر، مؤيدون بالله عز وجل، ولكن يحتاجون إلى عمل منهجي، إلى منهجية عمل، إلى دليل عملي. في القرآن الكريم يرسم هذا الطريق: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وقال في الله عز وجل في آية أخرى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن هذه المصداقية لا يمكن أن تكتسب إلا بشروط أساسية، والتي هي الشرط الأول أن تكون متصلة ومتواصلة بالوحي الطاهر كتابا وسنة. الشرط الثاني أن تترجم في برامجها وفي جميع نشاطاتها وأعمالها تلك القيم المبثوثة في الكتاب والسنة، تلك المبادئ التي هي موجودة في القرآن والسنة. فلا بد أن تتحول المبادئ والقيم إلى سلوكات، إلى أعمال ملموسات، لأن الله عز وجل قال في آية القرآن: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الشرط الثالث أن تلتزم القناة الصدق، فالمصداقية أو الصدقية لا يمكن أن تتحقق إلا بالصدق، لا بد من حضور الصدق. نعم. يعني في جميع الأعمال. فالصدقية أو المصداقية لا بد أن يكون الصدق حاضرا. نعم. هذه من جهة. بالنسبة للبرنامج في حد ذاته والصلح خير، هو أيضا يتفاعل مع المجتمع، يتواصل مع المجتمع بعدة طرق: عن طريق هذا الفضاء، عن طريق الهاتف، عن طريق البريد العادي، عن طريق البريد الإلكتروني، عن طريق التواصل المباشر في المساجد وفي الفضاءات المختلفة. فهذا البرنامج التفاعلي يجتهد باستمرار من أجل تحسين الخدمة، من أجل الاقتراب من الإنسان، من المواطن، من أجل معاينة مواطن النزاع في الميدان، من أجل تحسين العمل، من أجل تطويره. طبعا كل ذلك لا يتحقق إلا بتضافر الجهود. جميع العاملين في البرنامج، والحمد لله له فريق عامل، له طاقم كامل. ودائما نكرر أن النجاح صناعة جماعية. ربنا قال في القرآن الكريم في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إذن لابد من تأييد الله أولا، ومن تأييد الناس المؤمنين ثانيا. فالبرنامج يجتهد إن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة أن يتطور أكثر وأن يتحسن أكثر من أجل تجذير هذه القيم التي ذكرتها أختي نجاة: التسامح والصفح والعفو والتصالح وقبول الصلح وقبول نتائج الصلح. وكذلك تشجيع رجال الصلح ونساء الصلح. نؤكد على هذا المعنى جدا. الصلح ماهوش في هيئة معينة كما كان أجدادنا يفعلون. في كل قرية وفي كل دشرة وفي كل مدينة. يعني نجد الواقع، نجد رجالا أفرزهم الواقع، نساء أيضا أفرزهن الواقع، يتصدى الجميع لقضايا الناس، لإصلاح ذات البين. وقد قال ربنا في القرآن الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. شوف سبحان الله، ذكر الله عز وجل في هذه الآية الصدقة: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم. بارك الله فيك دكتور سعيد بويزري. إذن قال الدكتور: القيم تتحول إلى سلوكات، ويتحول إذن الصلح إلى سلوك بالنسبة لكل من شاهد هذا البرنامج، وبالنسبة لكل شخص يعيش خلاف، قطيعة، نزاع. نحاول إصلاح ذات البين دائما من خلال برنامج والصلح خير. قبل ذلك أذكر بالرقم الهاتف لكي تتواصلوا معنا، وهو 021 37 42 87.
تشاهدونه في أسفل الشاشة 021 37 42 87. فاصل ثم نعود إليكم. لكل من يريد التواصل مع برنامج والصلح خير نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية: عبر البريد الإلكتروني صلح@ontv.dz أو عبر موقع الدكتور السعيد بويزري www.buizri.net. كما يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية 021 37 42 87 021 37 45 64. إذا نتواصل معكم كما قلت قبل قليل. تشاهدون الآن الصدقية والمصداقية والصدقة والصلح في برنامج والصلح خير في الحلقة وتعدل بين اثنين صدقة. ستشاهدون بالنسبة للمحور الرابع لليوم المفتوح خلال السبت الماضي بيست أوف، يعني أهم اللقطات من المحور الرابع، ثم نعود لإصلاح ذات البين. أذكر 021 37 42 87. تابعوا معنا هذا التقرير ثم نعود بكم إلى البرنامج. وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى نحن نتواصل معكم من خلال هذا اليوم المفتوح الذي أرادته قناة القرآن الكريم الخامسة، يوما للخير ولفعل الخيرات من خلال برامجها. نعم، تجربة 6 سنوات طبعا إعلاميا. الإعلام جاء ليؤكد ما كان متأصلا في المجتمع الجزائري، والحمد لله. فالمجتمع الجزائري له أصول في جميع ربوعه، شرقا غربا شمالا جنوبا وسطا. في هذه الربوع الواسعة في القطر الجزائري الواسع نجد أصولا وجذورا للصلح. نصبح مجتمعا أقوى لابد لنا أن نبارك لقناة القرآن الكريم عن الخطوات العملاقة التي خطتها في مدة زمنية وجيزة، بارك الله فيك. وذلك لتحقيق المبتغى من وجودها، سواء بالنسبة للمشاهدين داخل أرض الوطن أو خارجه، سواء بالنسبة للمشاهدين الجزائريين أو الأشقاء. فيما يخص حصتكم وهو موضوعها الصلح، الصلح خير. فالصلح طبعا هو جائز ومطلوب وهو الأصل، لأنه بالنسبة للمشرع الجزائري وبالنسبة للقانون فهذا يعد من بين الطرق البديلة لحل النزاعات كالصلح والوساطة والتحكيم. هكذا كانت البداية. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في برنامجكم والصلح خير. أول عدد من برنامج والصلح خير بث لمدة 26 دقيقة مسجلة، ينشطها الأستاذ سعيد بويزري. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى الصلح مهما كان، سواء كان على مستوى الرسمي، نفترض أن الدولة تضع مؤسسات رسمية، أو على مستوى ما يسمى المؤسسات العرفية، أو على مستوى الأفراد. إذا لم يكن هناك نوايا هي التي النوايا الصالحة أو نوايا الخيرة هذه، بمعنى أن هذا الطرف أو ذاك له قد لا يكون، أو بمعنى إما طرف من الأطراف المتخاصمة أو طرف ثالث هو الذي يقع أو هو الذي تكون عنده النية الصلح، فلا يمكن الوصول إلى تقريب وجهة النظر أو إلى نقول أو إلى التخفيف، لأن هناك شحنة كما قال الأستاذ منذ قليل. هذه الشحنة تحتاج إلى تفريغ. بعد صلاة الجمعة يتحرك الرجل المصلح بصلاحه وعلمه وفقهه للاستماع إلى خلافات الناس ويرد الظالم عن ظلمه. الشيخ سعيد بويزري رجل صالح ومصلح. بعد صلاة العصر يشد الرحال إلى المداشر لإصلاح ذات البين. أين الوجهة الآن دكتور؟
الوجهة الآن إلى عزازقة على بعد حوالي 45 كيلومتر من شرق مدينة زوزو، أيضا لإلقاء درس دوري حول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيضا استقبالات من قرى مجاورة، من القرى المجاورة، يعني يأتي بعض لجان الصلح وبعض لجان القرى من أجل النظر في قضاياهم واستقبال من مسائلهم وقضاياهم. أحمره دماء الشهداء، أخضره وأبيضه جهاد وعمل. هذه المجالس أكيد أنكم تعلمون بأنها تتميز بسلطة رمزية ومعنوية قوية على الأفراد. الشيء المعروف عندنا أنه الشخصية اللي باش تدير يعني الصلح بين المتخاصمين لازم تكون فيه شروط عدة، والصلح لازم يكون دائما يعني تابع طبعا للدين، هذا مهما كان. نعم. الواحد لازم يكون يعني متفقه ومتمسك بالدين الإسلامي، وتكون عنده أحكام يعني خاصة، على أساس أنه لما يحكم بين المتخاصمين يعني بالعدل والتي هي أحسن، على أساس أنه لازم يكون عنده، على سبيل المثال بكري احنا زمان شيخ تلقاه عنده يعني احترام وقدر الناس كل في الصحراء في العشيرة. اسمع به نعم. الناس كل في الصحراء، يعني ماشي نعم. غير العشيرة، قال انت إليزي والله انت جانيت والله انت نعم. برج الحواس، يعني معروف عموما معروف. نعم. الناس كل يتخاصموا زوز في جهة ما لازمهم يقصدوا مباشرة الشيخ هذاك، على أساس أنه يدير كجلسة صلح بالشهود طبعا تاع المشايخ تاع الأعيان تاع المنطقة هذه كانوا معروفين، ويصير فيها صلح. سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى. احنا رانا متصالحين بين العائلتين، درنا المصالحة عند التوثيق. ما رانا متسامحين، رانا متسامحين. الله يبارك فيك. نتسلموا تصحوا. الله يبارك. بارك الله فيك. هكذا مثل جسدتم بهذا السلوك الشرعي الجزائري الأصيل الحضاري قيمة الصلح عمليا، وأنتم قدوة الآن، قدوة في غيركم. الشباب التحق بقناة القرآن الكريم بهذا البرنامج اليوم المفتوح وفيه الأمل. مراد تفضل. أبارك لهذه القناة، هذه الزهرة السادسة التي أينعت المجتمع الجزائري. حول سؤال أستاذة نجاة حول أنه الشباب ما زال فيهم الخير حقيقة. نعم. أنا جئت الجزائر ومشيت لحد الآن في مشروع أقصى يمشي على الأرض، لأنه أنا أعمل في قضية بيت المقدس وقضية فلسطين. الصلح ضده الفساد، فمن يرضى لنفسه ولغيره الفساد؟ الصلح دواء، فمن يرفض الدواء ينتحر. ولهذا قال الله تعالى والصلح خير. فضيلة الدكتور، إذا قلت لك الصلح رسالة. سامح وتعايش كي نرقى، كي نصبح مجتمعا أقوى. إذن سامح وتعايش كي نبقى ونصبح مجتمعا أرقى. فضيلة الدكتور سعيد بوزلي يتواجد معنا، والسؤال ينتظرك دكتور. تقع على عاتق برنامج والصلح خير مسؤوليات كبيرة في المستقبل القريب. ماذا ينتظرنا دكتور من بذل جهد من أجل الصلح والإصلاح بين الناس من هذا المنبر الإعلامي لقناة القرآن الكريم دكتور؟ نعم. إعلاميا ينتظرنا الكثير، تبليغ رسالة الصلح وقيم الصلح إلى الناس بقدر الطاقة والإمكان. نعم. واستثمار جميع الفضاءات المتاحة لتبليغ رسالة الصلح إلى الناس. نعم. هذا من ناحية الإعلامية، كفريق إعلامي نتعاون جميعا
وربنا قال في القرآن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. داخل المجتمع نرجو من سادتنا الأفاضل وسيداتنا الفاضلات العمل بشكل حضاري بشكل شرعي من أجل الحضور الاجتماعي في الميدان. ربنا قال في القرآن الكريم آية محكمة في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لا يمكن للأمة أن تحظى بهذا الشرف، لا يمكن أن تحظى بهذا الشأو بهذا المقام إذا كانت غائبة، لأن الشهادة تقتضي الحضور. هل يمكن أن تقبل شهادة الغائب؟ نتصور أختي نجاة في قضية أمام المحكمة مثلا، وبعدين أحد الناس يقول أنا شاهد ويدلي بشهادته، ولكن حينما يسأله القاضي هل كنت حاضرا في ذلك العقد اللي محل النزاع أو في يعني في المشكل هذاك اللي كان موجود بينهم، تصوري يقول الشاهد أنا أدلي بشهادتي ولكن كنت غائبا، هل تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته، بل يتابع جزائيا بجريمة أو بتهمة تضليل العدالة. إذن الشهادة تقتضي الحضور، ولكن مش أي حضور، الحضور الفعال. ذلك قال ربنا في القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم أن هذا العمل داخل المجتمع لابد أن يكون بمنهجية. تقنيات الصلح، مهارات الصلح، آليات الصلح لابد أن نتعرف عليها. ماهوش هكذا عمل موسمي أو عمل عارضي هكذا يقول كاين نشوفوا كاش واحد يفين القضية. لازم تكون أماكن هؤلاء الرجال معروفة. لماذا؟ حينما يكون أي إشكال أي أزمة، وقد قلنا مرة ونؤكد بأن واقع اليوم راه يفاجئنا باستمرار بقضايا في غاية التعقيد. والأزمات هذه أشبه بالنار، إذا كان نار شعلة وما كانش رجال مطافي يعني هذا النار تكبر، أليس كذلك؟ نعم تكبر وتتوسع. نعم. أما إذا كان رجال مطافي كانوا حاضرين والماء يكون حاضر، وطبعا ما هوش بالكاس يعني الماء يكون حاضر باش يطفئوا النار. النار ستنتشر في المجتمع وربما في النهاية يعني لا يمكن إطفاؤها بعد ذلك. لذلك حينما يكون هؤلاء عندهم أماكن معروفة بهذه النية، كما سمعنا أخي الأستاذ عبد القادر يتكلم على النيات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهؤلاء يكون عندهم حضور فعال وشهود فعال. لا شك أننا نخدم هذا المجتمع إن شاء الله، وتتعاون جميع هذه العقول وتتعاون جميع هذه الجهود من أجل تحقيق رسالة الصلح في المجتمع. فليكن بحول الله تعالى دكتور سعيد بويزري الرجل المصلح الذي يحاول دائما إصلاح ذات البين. نفتح أبواب النقاش والحوار لعرض قضاياكم من خلال الرقم الهاتفي الذي تشاهدونه في أسفل الشاشة، ولا بأس أن أذكر به، وهو 021 37 42 87 021 37 42 87. في انتظار اتصالاتكم وعرضكم لقضاياكم. نمر دكتور للبريد الإلكتروني القضايا الواردة إلى المكتب. الدكتور سيدة حسيبة من فرنسا توجه نداء إلى أخيها تدعوه فيه إلى قبول الصلح. قبل ذلك دكتور يقول المخرج سيد أحمد والسعيد أن هناك أول اتصال من العاصمة. ليلى، السلام عليكم أختي الكريمة. عليكم السلام. مرحبا بك ليلى من العاصمة. ليلى أنا نسمع فيك. صوتك راهو منخفض ليلى، تقدري ترفعي شوية باش نسمعوك مليح؟ ألو. نعم مرحبا بك ليلى، نحن في الاستماع. نعم مساء الخير. مساء النور ليلى، مرحبا بك في برنامج الصلح وخير. عندك سؤال، قضية، مشكلة؟ عندي مشكلة نقدر مع سعيد بوزري. تفضلي راهو يسمع فيك ليلى. نعم. الو مساء الخير نجاة. مساء الخير. مرحبا.
مرحبا بك. يعطيكم الصحة على هذا الحصة، بارك الله فيكم. وفيك بركة ليلى. نعم. بارك الله فيكم على هذه الحصة القيمة بزاف، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. شكر موصول لك أيضا، نحن في الخدمة ليلى. نعم نستمع. حبيت نقول لك على جبتوا حصة في القمة، يعطيكم الصحة. بارك الله فيك، شكرا. أنا عندي مشكل. نعم. اللي هو مشكل مع أختك. ما نهضرش معها، ما نهضرش معها على جال برك، على جال عمتي ما عرفتهاش في العرس تاعها، غادي الحال بزاف. عندك مشكل مع أختك؟ واش؟ نعم. ما عرفتش برك عمتي للعرس وكانت مقاطعتها. كي ما عرفتش عمتها غادي الحال زعفت مني. نعم. زعفتي مع اختك لانها ما عرضتش عمتك للعرس. نعم. نعم. هذا المشكل تاعي، مانيش كاع نرقد كي راحت لفرنسا وانا ما كنتش خايفه لا نموت ومن. نعم. اختك هذه تسكن في فرنسا ليلى؟ ليلى اختك هذه تسكن في فرنسا؟ جيت راحت لفرنسا في جانفي برك راحت. قبل ما تتزوج ما عرضتش العمه، ما قلتي لهاش واش هما الاسباب ليلى؟ واش هما الاسباب اللي خلاوها ما تعرضش العمه؟ ما عندها حتى معنى. نعم. لم تجدين للمشكل معنى. نعم. كون عرفتها عندها معنى انا غير نرحل على اختي، انا كان حتى معنى. انت يا غاضتك عمتك خت باباك. عندك الحق. درت لنا الخير، ما ربيتنا، درت لنا والو. نعم. نعم ونعم العمات. نعم. نعم. هذا هو سؤالك ليلى من العاصمة؟ هذا هو سؤالي. كاع ماني ناكل مليح، ماني نرقد مليح، ماني ما راكيش مليحة. رحت في كنت راه نهار اللي كانت رايحة ما ودعتهاش وما بديتش كاع في الدار، رحت كاع من الدار. نعم. نعم واضح ليلى، ان شاء الله يكون الخير. ما تنقطعيش عن مشاهدة البرنامج وراح تسمعي الدكتور سعيد بوزري. القصة تاعكم راني نشوفها كل يوم، نشوفها دائما، نتبعها بدقة. بارك الله فيك. نتبعت الحصة تاعكم ما شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك ليلى. بارك الله فيك ليلى. برنامج الصلح خير لكم ومن أجلكم يا ليلى. بارك الله فيك. نشكرك ليلى من العاصمة على اتصالك. شكرا سيدة ليلى من العاصمة. دكتور سنعود إلى هذا المشكل. إذا قلت حسيبة من فرنسا توجه نداء إلى أخيها تدعوه فيه إلى قبول الصلح. وحدة غادها الحال على عمتها، والأخرى تقول يعني خويا لو كان غادي يتصالح معايا ويقبل الصلح. تفضل دكتور. ولن أذكر سادتي الأفاضل بأن الأخت حسيبة طرحت قضيتها عبر برنامج الصلح خير، وأجبناها في الوقت المناسب. واتصلت بأخيها اللي موجود هنا في الجزائر. طبعا هو أيضا يرغب في الصلح، ولكن خوها اللي راه خارج الوطن يعني الأزمة بينهم كبيرة جدا. وهي الآن تدعوه على المباشر كما قالت أختي نجاة، وتدعوه إلى الصلح، والصلح خير. حنقول خوها إن شاء الله يكون تبع فينا الآن، نقول له أختك تدعوك إلى الصلح، فلا مجال لرفض دعوتها، لأنك تدعوك إلى الصلح بل تدعوك إلى الخير كله. إذن إن شاء الله ربي يرقق قلبك إن شاء الله، باش هذه الرحم التي أمرنا الشرع بحفظها ورعايتها أنها تتواصل إن شاء الله وترعى. ولكن لابد أن تتغلبوا شوية على الشيطان وتتغلبوا شوية على النفس الأمارة بالسوء. وإن شاء الله ربي سبحانه عز وجل حينما يعلم منكم جميعا صدق النية ربي سيؤلف بين القلوب ويجعلكم إن شاء الله إخوانا متحابين. نعم دكتور، ربما السؤال اللي نطرحه لك دكتور، ماذا يشعر الرجل المصلح عندما يرى هكذا العائلة في تفكك، في نزاع، في خلاف، في قطيعة على الأرحام؟ دكتور سعيد بوزري. والله في الحقيقة والغير الشعور يعني شعور بالألم، يعني نعم. بالألم وبالحزن العميق. نعم. لماذا؟ لأنه ما خلقنا لنتصارع، ما خلقنا للحرب، ما خلقنا للفتنة، ما خلقنا للمقاطعة. نعم. هذا كبشر بل وكمسلمين، وما أدرك داخل الأسرة الواحدة، فالعمق فالجرح أعمق والحزن أشد حينما نسمع بمثل هذه النزاعات داخل الأسرة الواحدة. نعم.
شكرا دكتور. نتمنى لكل هاد الناس اللي راهم متخاصمين فيما بينهم أن تعود بينتهم تعود المياه إلى مجاريها، وهذا أفضل وأحسن للجميع. نمر إلى قضية أخرى. نعم سعيد. نعم سعاد. سعاد سيد أحمد الدكتور سعيد بوزري. إذا سعاد. نعم. رشيد من تيزي والزوم. شكرا سعاد. رشيد من تيزي والزوم. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك معنا في برنامج الصلح وخير رشيد. بارك الله فيكم. تحياتي للدكتور الشيخ سعيد بويزري من تيزي والزوم. أخوكم رشيد صدوق إمام المسجد الكبير. مرحبا بك رشيد. فيكم بركة. المتعارف أختي عند الناس كثرة المشاكل الاجتماعية. نعم. فنستطيع أن نقسم مشاكل الناس في مجتمعنا حسب الواقع المعيش إلى بابين. نعم. الباب الأول تكون النزاعات والخصومات في العقارات والأموال. الباب الثاني تكون الخلافات بين الإخوان، يعني بين إخوان الأسر، وهذا بسبب اختلاف العقليات، بسبب الزيجات إلى غير ذلك. نعم. وهذا نتيجة الحسد، الأنانية إلى غير ذلك. نعم. لكن الشيء الذي يبشر بالخير في مجتمعنا الجزائري خاصة نعم أن مجتمعنا لا يرفض الصلح. نعم. بل ينظر قدوم الأئمة وأهل الخير والصلاح من أجل فك هذه النزاعات. ينتظرون قدوم هؤلاء بفارغ الصبر. نعم. حتى الشيعة عند العوام، يعني احنا في بلادنا الشيعة عند العوام أن جبريل عليه السلام جاء في الأثر أن جبريل عليه السلام تمنى لو كان عبدا يعني بشرا لكان عمله الصلح بين الناس. نعم. وعلى هذا الضرب سار الأئمة الأعلام عبر المداشر وعبر الدوائر وعبر الأعراش في الزوايا، يسعون في علاج المعضلات والمشكلات، سواء في قضايا الأسرة أو شؤون أخرى. نعم. وحتى في مسائل القتل والعقارات. نعم. ولكن النداء الذي أريد أن أوجهه إلى إخوان الأئمة ما دمت أنا إماما، تفضل بالنداء. فمن واجبنا نحن الأئمة أن نسعى لإعادة القطار إلى السكة. نعم. بالاحتكاك بأفراد المجتمع. نعم. ودعوتهم وحثهم والدخول معهم في فك النزاعات. وهنا أشير إلى فقداننا في هذا الزمان وفي هذا الوقت لخلق الحنان. يعني إذا لخصنا أزمة العالم اليوم هي أزمة حنان. كما يقول فضيلة الدكتور. نعم. والأخت الكريمة شكلت أزمة حقيقية بين أفراد المجتمع. هي أزمة الجفاء، يعني ساد الجفاء بين الإخوة، بين الزيجات، بين الأعراش، بين الأسر. فهنا أدعو إخواني الأئمة، أقول لهم البدار إخواني الأئمة والدعاة للقيام بهذه الأمانة العظيمة، أمانة الصلح بين الناس، لأن بها يتحقق السلم والأمن والأخوة. وبها يتم القضاء على منابع الفتن بصفة جامعة شاملة. ولا ننسى أختي الكريمة دور الدكتور الشيخ سعيد بويزري أستاذنا وشيخنا في فك هذه النزاعات، سواء عبر القرى عبر المداشر، كذلك دور أئمة الزوايا. وأحيي إصلاح ذات البين. أحيي قبول أفراد المجتمع الجزائري لمثل هذه المبادرات. وهنا أشير أختي الكريمة إلى كلمة صغيرة تستعمل عند الناس، وهي قضية دعوة السوء. يعني دعوة السوء. الأئمة تاعنا كي يروحوا يقصدوا أي طرفين متنازعين لفك الخصام بينهم، أهالي المنطقة، يعني الناس اللي عندهم المشكلة هذه ما يقدروش يرفضوا. علاش؟
يقول لك اذا كان رفضناك لحقنا الدعوة السوء. وكلمة الدعوة السوء هذه يعني مشتقة من كلمة دعاوي السوء، يعني دعاوي الشر معروفة في العاصمة بدعاوي الشر والعياذ بالله. نعم، لذا يعني المجتمع تاعنا يقبل الصلح. عمره ما شفنا في مناطق ولا عبر التاريخ ان حدث قتال ولا كبيرة من الكبائر يجوا اهل الخير باش يصلحوا يرفضوهم، بل يكرموهم، وربي سبحانه عز وجل بارك الله فيك. ينشر الامن وبارك الله فيكم ومعذره على الاطاله. شكرا. كان تدخلك سي رشيد صدوق امام من ولايه زوزو في المستوى كيف لا، وانت الذي تحدثت عن معادله نتحدث ونناقشها في برنامج والصلح خير، الا وهي الحنان والجفاء، دعوه الشر ودعوه الخير، والدكتور يدعونا الى اصلاح ذات البين من هذا المنبر الإعلامي. قبل أن نرى في المتصلين دكتور قضية زكية من الشلف، كما كان يقول الإمام صدوق رشيد قضايا العقار هي كذلك تحمل هما كبيرا. تقول قدمت طلب سكن تساهمي عام 2006 ألف بي، ثم تنازلت عنه لفائدة زوج أختي وسلمته الملف دون إكراه، مع العلم أنه مستفيد من السكن الاجتماعي OPGI. وبعدما تزوجت أنا وزوجي لا نملك سكنا خاصا بنا، وعلمت أنه لا أنا ولا زوجي يحق لنا تقديم ملف سكن لأنه سبق وأن تحصلت عليه من الملف السابق، فهل يحق لي مطالبة زوج أختي بذلك السكن التساهمي، مع العلم أنه لا يزال دائما على اسمي زكية من الشلف دكتور؟ نعم أختي زكية، أولا نبهك إلى بعض الأمور الأساسية في شرع الله عز وجل. نعم. ربي قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أنت تنازلتي لزوج أختك بمحض إرادتها. بمحض الإرادة، هي قالت بلا إكراه، يعني بمحض إرادتها. طيب، هذه مسألة. المفروض والمجرى العادي للأمور أنك توفي بهذا الالتزام. نعم. هذا من جهة. من جهة ثانية، أنه هي لا تعلم بأنها إذا تنازلت عن حقها في هذا المسكن لشخص آخر لا تستفيد بعد ذلك من مسكن طبيعة الحال. فهذه نقطة مهمة يعني نذكرها في مقدمة الجواب. الأمر الثالث أن الآن هي بعدما تزوجت، هو الآن له سكنان. السكن تحصل هو بمفرده عن طريق LOPGI، طبعا سكن اجتماعي، وأيضا مسكن ثاني وهو هذا المسكن للأخت زكية من شلف. هكذا. معذرة دكتور. سنعود إلى زكية من شلف. دكتور دائما يقول قطعيني من أجل اتصالات الناس. سوريا من فرنسا. السلام عليكم أختي الكريمة سوريا. السلام ورحمة الله. مرحبا بك في برنامج الصلح خير سوريا. سلمك، بارك الله فيك ويعطيكم الصحة على هذا الحديث. وفيك بركة. شكرا. عندك مشكلة سوريا؟ سي بوسيبل. نعم. نعم، بغيت نسقسيه. أنا ما عيشتش القصة تاع الصلح. نعم، ولكن عندي مشكل كبير من 2010. مشكل كبير؟ عندي تزوجت هنا في فرنسا مع واحد يزوجوه سموه هومل أحمد، راه طبيب الأسنان في جلفة. وتزوجت مع واحد يقولوا هومل أحمد من تيتي والزو. نعم. وخرج راجل خداع، وكيف تبيه هرب. en 2010 هرب للجزائر. en 2010 هرب للجزائر. نعم، لو 17 أكتوبر هرب للجزائر. لليوم راني ما طلقتش. علاش هرب سوريا؟ خاطر لقيته مع النساء وكان خدعني في الفراش، كان دغوات يا غوش. نعم. وكيف وقت بيه هرب دار كابتو هرب. نعم. عييت كي ندير، عيطت لخوه يقولوا له بالقاسم في عزازك، قلت له يقول له يطلقني، راني حاسه. اسمحي لي. ما حبوش يامنوني. سوريا حتى نحافظوا على المصداقيه تاع البرنامج. قولي عيطت لخوه لاختو، ما تقوليش الاسم واللقب من فضلك باش ما نحرجوش الناس وما نحرجوش، لعل يكون الصلح بينك وبين زوجك. ويطلقني من تما. واش قلتي سوريا؟
معليش اسمحي لي. اسمح سوريا، الحاله تاعك دوكا كيفاش راهي من 2010 ما عاودش ولا لفرنسا؟ درت 3 زافير هنا اون فرانس، راهم يحوسوا عليه لويسي، راه يحوس عليه في الجزائر. لا غوشيرش يعني. لا غوشيرش نعم ممتاز. ايه ومن بعد؟ هو راه في جلفه. راهو في جلفه نعم. عاود الزواج، دار ان فو مارياج في جلفه باسكو مرتو اتصلت بيا لقات التليفون تاعي عنده. كيفاش جا خبرك؟ خبر باللي عاود الزواج، كيفاش جاك خبر؟ مرتو لقات التليفون عنده وتصوري عنده. يعني خبر فيه اليقين يعني. نعم لا اوكي نعم. دوك انت سوريا واش راكي تطلبي على حقوقك من زوجك؟ وما كانش حوسوا عليه، قالت لك ما نقدروش نطلقوا هنا في فرنسا كون اون لو مي با او كورون دو لا سيتواسيون. راكي اون انستانت ما راكي مطلقه ما راكي. طيب سوريا من فضلك باش نعاونوك ويعاونك برنامج وصلح وخير مع الدكتور سعيد بويزري، خلي لنا رقم التليفون تاعك مباشره بعد نهايه البرنامج الدكتور يتصل بك. كون غير يدوه دوك تو سويت باسكو جي دو مال ا فو سافوار. شو اعطيه لهم في العارضه التقنيه، كاين شباب الله يبارك، اعطي لهم رقم التليفون تاعك. هما ما يقطعوش، غير نكملوا البرنامج يتصل بك الدكتور. كون نخلي لي كوردوني نتاع دوك يخلوا لك هما لي كوردوني، لو تليفون راهو في العارضه. ارجوك سعيد ولا سيد احمد سعاد عاقله مدوا لها رقم التليفون تاع الدكتور سعيد بويزري. اوكي دكتور، واضح بالنسبة لهذه القضية. نعود إلى زكية من الشلف. قضية عقار. نعم درك الآن الأخت زكية أنت ما تقدريش تجيبي سكن آخر. لماذا؟ لأنه السكن اللي أعطت الملف لزوج أختها فبالتالي جاب السكن باسمها ولا يزال السكن باسم الأخت زكية هكذا. لذلك الآن كاين في الشريعة كاين مستويان في العدل. المستوى الأول اسمه المعاملة بالعدل، المستوى الثاني اسمه المعاملة بالفضل. المعاملة بالعدل خلاص تنازلتي على شيء تنازلتي، وربي سبحانه عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أعطيتي هذا الملف لزوج أختك التزمي وقبل جميع التبعات وجميع النتائج. هذه معاملة بالعدل، ولكن نحن نطالب المعاملة بالفضل في هذا المسألة. والتي هي نتعلموا منك دكتور معاملة نعم بالفضل. هذه اسمها في الشرع في الإقالة، معنى واحد حتى بالدرجة نقولوا فلان يقيل فلان، معناتها كأنه ألم يابل هي قريبة من لم يتنازل. نعم. يقولها مادام هي بحكم جهلها بالامور القانونيه هذه نتاع المسكن وكذا ما عندهاش حق تستفيد مسكن اخر، مادام هو عنده مسكن وهي ما عندهاش مسكن، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. لا ضرر ولا ضرار. نعم. الحل الذي نقترحه هو الاتي، انه انت تعطي له هذاك المبلغ، اذا كان مثلا ادفع 200 مليون سنتيم على هذا المسكن، انت تعطي له 200 مليون سنتيم وهو يرجع لك هذا المسكن يبقى باسمك. نعم. لماذا؟ السبب الاول انه هو عنده مسكن خاص جابه عن طريق لو بي جي. السبب الثاني انت ما عندكش مسكن، نقدروا نجيبوا السبب الثالث انه لو كان يبقى الوضع على حاله هو يكون عنده سكنا وهي ما عندهاش مسكن وما عندهاش حق تستفيد مسكن اخر. نعم. أليس كذلك؟ نعم. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. وفي فقه الشريعه كان واحد الفقه اسمه فقه الموازنات. فقه الموازنات هو اللي يخلينا إن شاء الله تعالى باش نخرجوا من هذه المشكلة، وهذا هو الحل. وممكن إذا كان يعني هو مثلا ما حبش هذا الحل نعطي له حل آخر، أنه يعطي لك أنت تدفعي المبلغ اللي تقدري عليه ويضيف لك مبلغا يكفي لشراء مسكن آخر. نعم. هكذا. نعم. قال هو هكذا يدي مسكنان وانت يساعدك من اجل شراء مسكن آخر. والسلام. فبينتهي الاشكال. ممكن هذا يكون عنده تداعيات على مستوى الاسره. هذا الحل الذي نراه صوابا لحل هذا الاشكال. اختي زكيه من شف. سعيد، هل هناك اتصال؟ نمر حتى نرتب امورنا بالنسبه للبريد العادي. دكتور ناديه من البويره تقول مات زوجها في 1 فبراير يعني في الشهر اللي فات، ربي يرحمه. عندها 4 أولاد
وتعيش ظروف صعبة دكتور؟ نعم. أستاذي، أولا بالنسبة لزوجك ربي يرحمه برحمته الواسعة، هذه إن شاء الله ربي يرحم جميع موتى المسلمين. نعم. حاجة ثانية، إن شاء الله ربي يوفقك باش تربي هؤلاء الأولاد إن شاء الله أولادك على طاعة ربي وطاعتك أنت أيضا، وإن شاء الله ربي يجعلهم من الصالحين. أما ما يتعلق بهذه الأوضاع الصعبة التي تعيشها من الناحية المادية ومن الناحية المعنوية، إن شاء الله كوني مع ربي وربي ما يخليكش إن شاء الله. والحمد لله عندك عائلة محترمة شريفة إن شاء الله توقف معك، وقبل ذلك كلها ربي معك إن شاء الله تعالى. ونذكرك بأن الله عز وجل في القرآن الكريم ذكر كلمة الصبر 90 مرة في القرآن الكريم. 90 مرة. نعم. 90 مرة في القرآن. يا رب يقول والله يحب الصابرين، ورب سبحانه قال في آية أخرى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. معناها نظرا لأنه هذا الصبر يعني رب سبحانه وصى عليه، ثم بشر الصابرين بأجر كبير بلا حدود. نعم. يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه الآية المؤمن كي يقراها يقول كيما نصبر ربي يعطي لي أجر كبير بلا حساب. نعم. وربي يقول في آية أخرى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك يا أختي الفاضلة نوصيك بالصبر، وكل ما تصبر إن شاء الله ربي سبحانه يكون معك ويكون عندك أجر كبير. ونذكرك بما قاله الإمام الشافعي ربي يرضى عليه حينما سئل عن واجب وأوجب بالأحتان قال من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب والدهر في صرفه عجيب ولكن غفلة الناس عنه أعجب. إذا كل مصيبة تاع الموت جات طبعا بغير موعد ولا واحد، ربي سبحانه يجربنا بما يشاء كيفما يشاء ومتى شاء. لذلك الآن هو راح صغير إلى الآخرة وكلنا إلى الآخرة قادمون الجميع، كلنا إلى زوال، ما يبقى غير ربي سبحانه عز وجل. وفي النهاية واحد يصبر لحظات، يعني هذه الأيام أو هذه الشهور أو هذه السنوات، والله كما يقول أحد الحكماء إن الدنيا أقصر من أن نقصرها، هي قصيرة مهما طالت، الدنيا قصيرة مهما طالت. لذلك الإمام الشافعي يقول والصبر في النائبات صعب، في الأخير يقول والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. صعيب الإنسان يصبر المصيبة، ولكن الأصعب من ذلك أن يفوت الأجر. إن شاء الله ربي يعطيك الصبر وربي يهنيك وربي يوفقك على تربية أولادك على الطاعة وربي يحفظك ويسترك إن شاء الله وربي معك. من وجد الله فماذا فقد. نعم دكتور بارك الله فيك، نشكرك دكتور. نأخذ الاتصال الرابع من ولاية سطيف من منى. السلام عليكم أختي الكريمة. الله يسلمك اختي، راني نسمع فيك. مرحبا بك منى من سطيف. منى عندك مشكل، قضية، نزاع، خلاف؟ تفضلي. أنا أختي أنا عندي واحد المشكلة، أنا طلقت. نعم. وراني حابة، قالوا لي ما قدرش واحد يخطبك، أنا عندي 8 شهور. مانيش نسمع فيك مليحة منى. نعم عندك مشكل؟ عندي مشكل. ايه أنا اسمع. عندي مشكل ملي طلقت بصح مازال ما ديتش الجوج مال الكعب باش تعطلعك. نعم. وقالوا لي لازم ما يخطبك شي واحد حتى ديري له. انقطعت، يعني منى تقول باللي طلقت ومازال ما جاهاش الكاغط الورقه تاع الطلاق، وقالوا لها الناس ما يقدرش واحد يخطبك ربما، ومن بعد انقطعت المكالمه حتى تجيك ربما هذه الورقه. ان شاء الله تعاودي تتصلي بنا منى من السطيف. دكتور جعفر من تلمسان، كمال من القبة، سنرى في المشكلة تاعهم. نبداو بليلى من العاصمة. المشكل أسري، تقول باللي الأخت تاعها تزوجت وما عرضتش عمتها، والليلة تتحسر على سلوك الأخت تاعها تجاه العمة، وإحنا كنا نتحدثوا عن الأرحام. تفضل الدكتور سعيد بويزري. نعم أختي ليلى، أولا أختك ما عرضتش العمة نتاعك إلى العرس. احنا نقولوا هذا خطأ، هذا خطأ يتنافى وصلة الأرحام، يتنافى والواجبات الأسرية، هذه معروفة، واجبات معنوية أسرية. سبحان الله، ونحن الحمد لله في الأمة الإسلامية عموما أسرتنا أسرة ممتدة، ماهوش أسرة نواة، أسرة ممتدة. نعم. يعني فيها الأب والأم والجد والجدة والعم والعمة، الجميع، هذه كلها أسرة. والأسرة تجتمع في الأتراح في الأحزان وتجتمع في الأفراح. فإذا كان أختك ارتكبت هذا الخطأ
ولكن الخطأ لا يقابل بخطأ، وهذا من معاني حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا قبل حين: لا ضرر ولا ضرار، أي لا نضر الناس ولا نواجه الضرر بضرر، هكذا. بل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا الحديث جاء الفقهاء واستنبطوا جملة من القواعد، من هذه القواعد: الضرر يزال ولكن لا يزال بمثله. شوف الضبط الفقهي. نعم. الضرر يزال ولكن لا يزال بمثله. نعم. ماهوش معنى أختي نجاة أحيانا العائلة إذا كان واحد غلط يولوا دوكلا فارق منا وفارق منا، نعم. وهذا ينصر هذا وينصر هذا وتتفتت العائلة. لذلك يا أختي ليلى كما قلت أنت متألمة ولست مرتاحة لهذا الوضع، أنت بادري البدار، أنت بادري رفدي الهاتف، اتصلي بها وقلها يا أختي أروح نتسامحوا ونتصالحوا، وربي قال والصلح خير والمسامح كريم، وإن شاء الله هذا الذي يستميل قلب أختك تولي هي تواصل معك إن شاء الله وتعود المياه إلى مجاريها. وبعدين إن شاء الله كي تجي تروحوا لعمتكم تطلبوا منها سماح، طلب منها سماح وتسلم على رأسها وتعود المياه إلى مجاريها. هذا هو المطلوب إن شاء الله. والأمر بسيط جدا، ولكن سبحان الله الشيطان أحيانا يكبر هذا نعم. كأنها جبل كيضخمها. نعم. وهي مسألة بسيطة جدا. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول في حديث آخر: ليس الواصل بالمكافئ. ليس الواصل بالمكافئ. الهجران يعني أكثر من 3 أيام لا يجوز، لا يصح. ولكن في الناس الآن ماهوش 3 أيام، يعني يقدر يهجروا 30 يوم ولا 30 سنة. هجران سنوات وسنوات. يا أختي ليلى إن شاء الله كوني شاطرة وربي يقويك إن شاء الله، بادري أنت بالخير والصلاح والتسامح، وإن شاء الله أختك أكيد ربي إن شاء الله يرقق قلبها وتعود المياه إلى مجاريها إن شاء الله. دكتور، نمر إلى كريمة تتصل بنا من ولاية البليدة. السلام عليكم أختي الكريمة. السلام ورحمة الله أختي. مرحبا بك. الله يسلمك الأخت. من مدينة الورود وقريب الربيع. كريمة يعطيك الصحة، مرحبا بكم. مرحبا بك كريمة. نعم تفضلي. يعيشك حنونة. نعم. عندي كما يقول لك سؤال الأول. نعم اللي هو كريمة. الله يحفظك أختي، أنا حابة نروح للعمرة اللي كتب ربي في رمضان. عمرة في رمضان. نعم. ثم أنا حابة نروح بلا محرم. بدون محرم. وعلاش بدون محرم كريمة؟ باسكو راجلي يخدم وما كاينش كيف نروحوا زوج. وانت حبيتي تروحي تعمري؟ أنا حابة نروح، عندي 49 سنة في عمري. نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الأول. والثاني؟ الثاني نخدم في مؤسسة كريمة. نعم. في مطعم. نعم. ونجيب شي صوالح هكا تعرفي منين ذاك نشريهم هكا بدراهمي، ومنين ذاك ندير هكذاك. اسكو حلال ولا حرام؟ من ذاك تشري بدراهمك، من ذاك تدي يمدوا لك سماها واش الماكله من المؤسسه من المطعم. فوالا ماشي نقولوا طيبه خضره. ساعات ايه. فوالا. داكوغ. نعم. وإلا قدرتي اختي معليش تخلي لي تاع الدكتور سعيد بوزري يمدوا لك رقم تليفون من العارضه التقنيه، راهم من ورائي ما تشوفيهمش، راهو جيش تاع التقنيين من ورائي يعطوك رقم التليفون دكتور سعيد بوزري. يعطيك الصحه اختي، واول مره اللي نتكلم معكم. الحمد لله، ان شاء الله ربي يكتب لك العمره، وان شاء الله تستمعي للدكتور سعيد بوزري. ربي يخليك. بالنسبه امام الدكتور. شكرا كريمه من البليده. دكتور ربما نعود الى صندوق رشيد امام باش وكان اقترح يعني مواضيع عده ومقاصد عده لبرنامج والصلح خير والاصلاح بين الناس، وقال باللي كثره المشاكل في شؤون الاسره الاجتماعيه العقاريه، واعطاه جمله من المقاصد في نهايه التدخل تاعو. تفضل دكتور سعيد بوزري. بارك الله فيك الشيخ رشيد على هذه المداخلة المفيدة جدا، وفي تحمل رسائل تنفع البرنامج وتنفع السادة المشاهدين والمشاهدات. اتصل من قبل نشفى عليه هذا نعم. الإمام، كان في فرنسا نعم. ودائما الحمد لله هو كالغيث إن شاء الله هنا محل نفع. مرحبا بك يا سي رشيد صدوق، مرحبا بك. نعم، وبكل تدخلاتك. الله يبارك. رسائل مهمة أقف عند بعضها. بعدما شخص الوضع، وهذه المنهجية المطلوبة، تشخيص الوضع. وحنا الوضع هذا ما خيرناش، كاين مشاكل
اجتماعية، مشاكل اقتصادية، مشاكل مختلفة. نعم. وحتى في العقليات يعني أحيانا والمشكلة هو في العقليات دكتور، في الذهنيات. نعم. إدارة الصلح بين الناس، عقولهم ربما تكون جافة. بعض الناس عنده مشكلة في دماغه فقط، ما كان حتى مشكلة حقيقية أو حقيقية ملموسة. لذلك الإمام، لأن الإمام عنده سلطة كبيرة معنوية. نعم. الإمام يتحدث بالقرآن وبالسنة وبكلام السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. يعني سبحان الله، الرسالة الأولى المهمة جدا حينما قال أن مجتمعنا لا يرفض الصلح. هذه رسالة قوية وهي حقيقية. يعني إذا كان وجدنا بعض حالات الرفض هذه عندها أسباب أو عوامل موضوعية. مثلا إذا كان رجل صلح لم يكن حاضرا، ولا خلى القضية حتى كما يقولوا اتسع الخرق على الراقع، ألما يغالي سمي سمك القرن قبيلة الشرية يغلب تفاوت. ذاين قلنا قبيلة أنه إذا كان نار شعلت ولقات ثم رجل مطافي يعني حاضر يقدر يطفيها قبل أن يتسع الخرق على الراقع، قبل أن تستشري هذه النار في المجتمع. نعم. لذلك هذه رسالة قوية أن مجتمعنا لا يرفض الصلح، والحمد لله. وهذه الحالات النادرة اللي موجودة كما يقول الفقهاء العبرة بالغالب أما الشاذ فلا حكم له. هذه هي العبارة الفقهية نخدموا بها في المجتمع. العبرة بالعموم يعني بالغالب، أما الشاذ فلا حكم له. ثم يقول أنهم ينتظرون رجال الصلح. هذه أيضا رسالة مهمة جدا. هذيك اللي وقع في أزمة يا أختي نجاة وبعدين ينتظر منين يأتيه من يتدخل من أجل أن يمد اليد، من أجل أن يقول كلمة خير، كلمة طيبة تصلح بين الناس. بالمناسبة يعني عنوان اليوم وتعدل بين اثنين صدقة. نعم. في متن الحديث نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. سبحان الله. فهذاك الحديث نفسه قال والكلمة الطيبة صدقة. إذن الإنسان مش يحتاج الدراهم باش يتصدق، ولكن يحظى بأجر كبير بالكلمة الطيبة. نعم. ثم رسالة أخرى مهمة وهي النداء الموجه إلى الأئمة. حقيقة وأئمتنا سابقا والحمد لله لهم وزن كبير في المجتمع، حضور في المدن، في المداشر والقرى، في الزوايا والمساجد، والناس يلجؤون إليهم لعرض مشكلاتهم. بالعكس كنت تكلموا عن نظام تجمعات بالمناسبة. نعم. طبعا كيكون أي مكالمة وقفيني يا نجاة. لا دكتور استريح خذ بارك الله فيك. نظام تجمعات شكون يكون ثم؟ يكون فيه الأمين. نعم. حتى المصطلح اللي خيروه قالوا الأمين من الأمانة. ويكون فيها الطمان، الضامن. أيضا فيها كلمة سبحان الله. نعم. والناس تبحث عن الضمانات، تبحث عن من يتحمل المسؤولية ويرقى إلى مستوى خدمة المجتمع ورعايته والقيام على شؤونه. ويكون الوكيل، وفي أيضا وكالة سبحان الله الوكيل يعني هذا عضو فيهم دكتورة يكتب فيهم. نعم. هذه كلها أعضاء يعني الحضور ضروري لهؤلاء. نعم. حضور ضروري. يعني الوكيل وهذا مختص في الأمور المالية. نعم. الأمور المالية. وضمن تشكيلة هذا الفريق تاع تجمعات كاين الإمام، والإمام ينظر في القضايا الشرعية. كي يكون أي نزاع معنى الإمام والشرع كلاهما حاضر في ثقافتنا، في موروثنا الثقافي، في مجتمعنا، في أصالتنا. أليس كذلك؟ والإمام إذن يحظى بهذا المقام الرفيع. والآن الشيخ راشد جزاه الله خير وجه نداء واضحا إلى السادة الأئمة والمرشدات الدينية أيضا باش يتواجدوا، باش يتصداوا لقضايا الصلح ويحتكون بالمجتمع. هذه كنت أصلي وارفع صباطك ما تنفعش. نعم. نقولوا إخوة الأئمة ماشي تقول السلام عليكم السلام عليكم صليت وتدخل المقصورة نتاعك والهربة تسلك. لا، أنتم الله يبارك أفاضل، أعطى لكم ربي العلم وأعطى لكم ربي القرآن تحملونه في رؤوسكم ويسعدكم. لذلك والمجتمع ينظر إليكم نظرة احترام وتقدير. استثمروا هذا الخير إن شاء الله تعالى باش يكون خير عميم لأمتنا ولمجتمعنا. ثم تحدث عن أزمة الحنان والجفاء. جزاك الله خير. فعلا هذا الجفاء والله لا مبرر له. تلقى الناس مختلفين وجفاء وعداوة وبغضاء، وحينما تبحث تلقى لا شيء. والله ما هوش بعيد. يعني منذ يومين فقط زرت عائلة من العائلات أكثر من 15 سنة في نزاع
حرب بينهم شرسة. نعم. وحينما كانت زيارة لهم في النهاية لا شيء، أقولها أمام الملأ وهم الآن يتابعون، لا شيء. سبحان الله. هذاك العدو المبين دخل بيناتهم الشيطان ويكبر ويضخم، والنفس هذيك مرة منه، وأحيانا هذيك يقول لك أنا غلطي نفسي، هذيك يقول لك غلطي نفسي. يا ولدي تأخذه العزة بالإثم. هذيك العزة هذيك والله ما عندها ولا قيمة ولا شيء. نحن سبحان الله في الأخير كل شيء رجعت المياه المجارية بكل بساطة. ربما لم تدم جلسة الصلح أكثر من 40 دقيقة والسلام. يعني تصوري أختي نجاة أكثر من 15 سنة ربي بتقدير العزيز الحكيم في 40 دقيقة كل شيء رجع إلى كل شيء زال. نعم. إذا ما في حتى مشكلة. ثم هذيك تاع دعوة السوء، الله يبارك الله ذكرتنا دعوة السوء، إن شاء الله ربي بعد عين دعوة السوء جميعا، والناس عندهم هذا الخير في قلوبهم. نعم. يخافوا دعوة السوء. نعم. الحمد لله يخاف دعوة السوء، وإن شاء الله إن شاء الله يديوا دعوة الخير جميعا. ولك يا أخي رشيد، الشيخ رشيد بارك الله فيك على هذا البيان. نعم. وفيك بركة. رسائل الدكتور واضحة. ربما نأخذ اتصال. سعيد من تيبازا. جمال. الو. جمال السلام عليكم أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك في برنامج الصلح وخير. عندك سؤال ولا قضية ولا نزاع خلاف؟ عندي سؤال. سؤال. نعم تفضل جمال. عندي سؤال نورمالمون خارج الموضوع هذا واسمحوا لي. معليش مرحبا بك. معليش. الله يسلمك. أنا بابا توفى الله يرحمه. الأب تاعك توفى؟ نعم. توفى في 2000. ومع ديكا دائما نشوفه في المنام، من ذاك نشوفه واخده بعيد عليا، والبارح شفتو في المنام قدامي جاب صاشي ودخل عندي. تراه في المنام يا جمال؟ نعم. هذا واش كاين؟ وكيفاش نمتوا لا ديرنا فاش شفتوه جاك في المنام ربي سبحانه عز وجل؟ نعم. لا درنا فوا جاني في المنام وجاب صاشي ودخل عندي. جاب صاشي ودخل عندك؟ نعم واضح. ايوه هذا واش كاين. شكرا جمال. شكرا. الله يسلمك. شكرا. دكتور نقوم بتسيير الوقت. بالنسبه لسوريا من فرنسا، هل تتصل بها مباشره ولا ربما افضل؟ ولكن مع التنبيه سيدتي الفاضله، يعني ان شاء الله كما قالت اخت نجاة لا تذكر الاسماء. نعم. لا تذكر الاسماء. لماذا؟ يعني حفاظا على لتحقيق الصلح، يعني كما قلت لها فعلا. احنا ان شاء الله هذه للنصيحه لا لغيرها. لا تذكر الاسماء. ممكن الانسان يصل الى الهدف ولكن بطريقه مرنه، بطريقه انسيابيه دون تجريح الغير. وان شاء الله البرنامج في الخدمه اختي سوريا ونحن في الخدمه. نتواصلوا معك ان شاء الله تعالى. واللي بغى يعني يكتب بيانات وكذا ممكن عن طريق الايميل، حينما البريد الالكترونيه والبريد العادي. وطبعا ورسائلهم ستحفظ وترعى ان شاء الله احسن رعايه باذن الله تعالى، ونجتهد من اجل ايجاد الحلول لهذه المشكله ولغيرها. على ذكر رسائل دكتور بعد نهايه البرنامج، رسائل والله الطاوله هذه راهي بعيده بزاف، يعني ان شاء الله ان شاء الله ستصل في نهايه البرنامج ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. بارك الله فيك. ان شاء الله. دكتور نمر الى منى مصطيف. دكتور اللي قالت الدنيا يعني تقول لك قالت بلي طلقت ومازال ما جاش الكارت تاع الطلاق، وقالوا لها الناس بلي ما تقدريش تعلني ولا يجي واحد يخطبك حتى يجي هذا الكارت تاع الطلاق، الورقه او الوثيقه او الحكم الصادر عن المحكمه. تفضل دكتور. اختي منى، الطلاق إذا صدر من المحكمة، يعني وصلت القضية للمحكمة طبعا طبقا للمواد من 47 لغاية 57 كاين إجراءات إلى آخره. كي يصدر الحكم القضائي نسخة من الحكم تروح مباشرة إلى الحالة المدنية باش هذاك الطلاق هذاك الزواج يفسخ، هذاك العقد يفسخ. بمعنى وبعدين كي تخرج وثائقها يبان ثم مطلقه. في البدايه كانت متزوجه وبعدين مطلقه. اذا نقول لك الان من الناحيه الشرعيه كاين العده الشرعيه، والعده الشرعيه يبدا في حسابها اما من تاريخ تلفظ الزوج بالطلاق، يعني ممكن انت قال لك في الدار انت طالق وبالك بعد الشهر باش رفع دعوى قضائيه. حساب العده يبدأ يا أختي منى من تاريخ التلفظ بالطلاق. كي يقول لك أنت مطلقة من هذاك النهار تبدأ الحساب. ربي قال في القرآن الكريم وأحصوا العدة.
وقال في القرآن الكريم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. اتفقنا؟ هنا ما ناخذوش العبرة بالحكم القضائي، لا خاطر ممكن الزوج يطلق زوجته ويريح بعد 4 شهور باش يرفع دعوى قضائية، أليس كذلك؟ نعم. العدة انتهت ويحدث هذا. يعني هذاك الحكم القضائي جاء ليؤكد الطلاق فقط، يكونفيرمي يأكد الطلاق. إذن حذري بداية حساب العدة يبدأ من تاريخ تلفظ الزوج بالطلاق. طيب إذا كان بعض الأزواج ما يطلقوش باللفظ يروح مباشرة يرفع دعوى قضائية ولا يبعث نويسية جوستيس ولا يرفع دعوى قضائية. نعم. بعد رفع الدعوى القضائية نتاع الطلاق متى يبدأ في حساب العدة؟ من تاريخ صدور الحكم، ماشي من تاريخ استلام الورقة، لا من نهار اللي ينطق القاضي بعد ما يدير جلسة الصلح طبق المادة 49. إذا كان ما نفعتش جلسة الصلح وهو مصر على الطلاق خلاص القاضي يحدد الجلسة، يعلن في تلك الجلسة عن الطلاق، يقول طلق فلان طلق فلانة. خلاص من هذاك اليوم اللي صدر حكم القاضي يبدأ في حساب العدة، وبعد نهاية العدة يجوز لك أن تتزوجي بغيره طبقا للقواعد الشرعية. نعم دكتور، يقول لي في العارضة التقنية سعيد 4 دقائق، كريمة من البوليدة اللي راهي حابة دير عمرة بدون محرم، وجمال من تيبازا على المنام. إن شاء الله. نعم البريد بالنسبة لجعفر وتلمسان لا أظن أنه في 4 دقائق، ولكن جعفر نجتهد إن شاء الله من تلمسان وكمال من القبة سنرى. نعم الوقت كريمة. أولا بالنسبة للعمرة إن شاء الله ربي يسلك، يجوز شرعا باش تجيبي العمرة ولو بغير محرم مادام هناك رفقة مأمونة آمنة. نعم هذا ما كان. نعم. واش نقول لك؟ بمعنى مادام الزوج نتاعك سمح لك وانت عندك 49 ساعه حتى من ناحيه القانون اللي انا في اجراء يعني تسمح بهذا الشيء، وتروحي مع المرافقين رفقه مامونه يجوز لك ذلك ولا حرج. السؤال الثاني، تعمل في مؤسسه في مطعم، قد ساعه تشري الماكله بدراهمها والساعه تجيب من المطعم. بالنسبه لهذه يا اختي كريمه الله يحفظك، اللي يخدم في المطعم واللي يخدم في الثانويه واللي يخدم في الجامعة في الحي الجامعي واللي يخدم في أي مكان وين كاين مطعم ولا كذا، يجيب هذاك الماكلة إذا كان المسؤول على هذه المؤسسة بعد ما الناس اللي كانوا يأكلوا ثم وكذا بقى الخير باش ما يضيعش، يجوز له باش يعطيه للعمال، ولكن هكذا يعني بالرضا، ماهوش بعض العمال اللي ياخذوا بغير اذن، لا هذا لا يصح اطلاقا. واللي يخدم السبيطار واللي يخدم الثاني وكذا يقول لك بقى شويه فرماج بقى شويه مواد غذائيه وياخذها، لا تؤخذ اطلاقا. بل الا اذا كان قدر القائم على هذه المؤسسه ان هذا الخير او هذا الطعام يفسد، ثم لا هذا لا يجوز شرعا. نعم. يحافظ عليه، لا حرج ان يوزعه على العمال بطريقه عادله بطريقه شفافه. هنا الأمر يعني ما كانش فيه حرج. أما أي واحد يفتي لروحه يأخذ بعض الطعام إلى بيته دون إذن فهذا لا يجوز بأي حق استحلتم أموال الناس. نعم. جمال من تيبازا دكتور، يعني احنا ما نتكلموش على المنام. نعم. وتفسير المنام، ولكن لمصداقية البرنامج ويستنى فينا نقول قاعدة للجميع. نعم. لا تؤخذ الأحكام من الرؤى والأحلام، واللي مات دعوا دعوة الخير، هذا الذي يحتاج دعاء الخير والتصدق على روحه إن شاء الله، وهذا مكان. ولا تؤخذ الأحكام من الرؤى والأحلام. نعم. دكتور رسالة أو رسالتين يقول لي 1 minute 40. طيب بالنسبة للرسائل في الحقيقة مدام تحدثنا اليوم وتعدل بين 2 صدقة، حنا نقولوا اللي يجتهد باش يدير الصلح بين 2 له صدقة، ولا ربي يكتبها له صدقة وأجر كبير. وما أدراك إذا وقف نفسه وجهده وعقله للإصلاح بين الناس فإن الأجر أكبر. نتعاون على تجذير قيم الصلح في المجتمع، هذا المجتمع أمانة بين أيدينا جميعا، والصلح رسالة وأمانة، فلتتضافر جهودنا من أجل تحقيق هذه المقاصد، والله عز وجل يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه.
بارك الله فيك دكتور سعيد بويزري، بارك الله فيك وجزاك الله كل الخير أيها الرجل المصلح. بالنسبة للمشاهد ومن يراسلنا، جعفر من تلمسان، كمال من العاصمة، سنرى في القضايا اللي راهي معروضة على البرنامج خلال الأسبوع المقبل بحول الله تعالى. نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أطيب وأفيد الأوقات بالنسبة لهذه الحلقة، وتعدل بين اثنين صدقة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.